subscribe. مساء الخير عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. عام سعيد عليكم. يلا بقى نكمل بقيه سلسله عجينه السيراميك اللي احنا ابتديناها المره اللي فاتت ونعمل بيها الشكل الحلو ده. بس قبل ما ابتدي في الموضوع وقبل ما اقول لكم الفيديو، يلا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده بقى هنلون مع بعض العجينه اللي عملناها المره اللي فاتت بحاجات من البيت. انا عندي حبه مكياجات قديمه وحبه الوان طعام، وهلون بالالوانات على حد يعني على قد امكانياتي، مش هشتري حاجه. عندي كام روج الغطيان بتاعتهم ضاعت كده وخلاص ادموا وصلاحيتهم انتهت، على حبه مونوكير هو اي نعم لسه شغال بس يعني هنستخدم منه شويه، وكمان حبه الوان طعام. انا كده هبتدي اخد نقطتين من اللون الاصفر اكلادور عادي علشان عايزه اعمل الوش بتاع بابا نويل. والعجينه بتاعتنا بتتلون بكل سهوله، اي لون عندك ينفع، حبه كحل حبه مسكره هيدوك اللون الاسود. بصوا اي الوان عندكم، حتى الالوان اللي في الماستر ديت بتتلون بيها برضو العجينه. بصوا كده انا هبتدي بقى اظبط مع بعض اللون الاسود. هو مش هيطلع باسود بالطلاقه دي علشان نعمل العينين بتاعت بابا نويل، بس انا هحاول احط كميه محترمه يعني، وادتني اللون الرمادي. يعني انا حطيت الاصفر الاول على الابيض علشان نعمل الوش، يعني ناخد الكسره بتاعه الابيض وناخد اللون الاف وايت. دلوقتي انا بحاول ادرب لون الاسود على قد ما اقدر. فطبعا ازازه المونوكير خلاص قربت يعني تخلص. ده بقى اللون الاحمر، طبعا انا زودته وبهدلت الدنيا قوي فيه، فقلت اجيب منديل كده واحط عشان ينزل الباقي، لانه فعلا نزل كميه كبيره قوي. لو عندك من الالوان دي هتخلص معاكي بسرعه، ولو ما عندكيش بقى هنفضل نحط. هو بص طبعا كل اللون وقع اصلا تحت، وابتديت احط بقى مونوكير كده كان قديم عندي لونه نبيتي. المهم تقعدي تظبطي اللون على قد ما تقدري، وفتحي على قد ما تقدري لغايه لما تجيبي الالوان بتاعتي مظبوطه. لان انا محتاجه اللون الاحمر عشان لبس بابا نويل او الطربوش بتاعه، محتاجه اللون الابيض عشان الدقن، محتاجه المصفر دوت علشان خاطر الوش، محتاجه الاسود عشان العينين. زي كده ما انتوا ما شفتوا في اول الفيديو شكل بابا نويل. اي نعم مش مظبوط شويه، حاسس ان هو مخيف شويتين، بس يعني كان كويس. اديني اخدت حته من الاحمر، خلينا نخلص، حته من الروج الاحمر وادعكتها جوه اللون. لان الاسود والاحمر من الالوان اللي هي الصريحه قوي، ولازم لها يعني لون تقيل. وبعد كده يعني عايزه اقول لكم اللي هو ما ظبطش لونه واحمر قوي كده غير لما بات، يعني لما استنيت عليه شويه خمر زي ما تقولوا كده يعني. فاهمين ازاي؟ اهو بص بعد مده يعني. المهم هبتدي بقى اخد الحته الصفراء اللي انا عملتها واعمل بيها وش بابا نويل. مش دوريه قوي يعني شكل بيضاوي، بس انا بحاول انضف كده من حواليا. انا في نص ما انا كنت شغاله جبت الزيت، حسيت ان هو اللون معايا سوري العجينه معايا تقلت قوي، فقمت جبت الزيت بتاع جونسون دوت. واي اطفال هتلاقوهم عندهم، يعني اي ماما عندها طفل هتلاقي عندها الجونسون دوت علشان اطري بيها العجينه. تمام. انا هنا بقى باخد اول حاجه اعمل الوش بتاع بابا نويل. هحط الدقن باللون الابيض، واللون الابيض احنا عملناه مع بعض اصلا من البدايه. انا عندي حبه حاجات كده من اللي هي بتاعه الباديكير دي، هبتدي استخدمها كده لان انا اظبط بيها بس الدقن والحتت الرفيعه. وهبتدي الزق. انا بلزق بايه هنا؟ بلزق بنفس نوع الغيره البيضه. يعني انا حطيت حبه في كوبايه صغننه كده، وباخد البتاع الودانه دي وبحاول الزق بيها، ارفع كده شويه واحط حبه صغيرين وابتدي الزق. لازم نشتغل مع الموضوع دوت او مع العجينه دي. هي طالما طلعت من الكيس بتاعها كده بسرعه، لان هي بمجرد ما هتنشف، لان احنا في الشتاء خلاص انت مش هتعرفي تشكليها خالص، ومش هتعرفي تتعاملي معاها خلاص. يعني هي بتسيبيها لغايه كده وبتحطيها في مكان تقوم ناشفه، مش هتعرفي تستخدميها تاني. فبسرعه نحاول نشكل فيها علشان لو نشفت مش هنعرف نستخدمها تاني. انا خلصت كده الدقن، حطيت بس من تحت حبة نشا علشان خاطر الغيرة اللي احنا بنحطها دي بتلزق تحت، فممكن تتقطع معايا حتة السيراميك. انا هنا بقى اخدت الاحمر اهو علشان اعمل الزعبوط بتاع بابا نويل دوت. لو منكم في حد كان يعني اتفرج على الفيديو التاني، كنت عاملة برضو العكاز بتاع بابا نويل، وعملت شجرة كريسمس، وكمان عملت حاجات اشكال كتيرة انا علقتها على الشجر بتاع الشجرة بتاعت الكريسماس. بجد هتعجبكم. انا هسيب لكم اللينك بتاع بقية الفيديو دوت في
في صندوق الوصف تحت، علشان اللي ما شافش منكم الفيديو دوت يبقى يتفرج على بقيه الجزء التاني يعني، او الجزء التالت للحاجات اللي احنا عملناها. المهم انا شويه كده بنضف شويه طبعا النشا، لان هي لو نزقت عليها اللون الاحمر بتاعنا ده مش هيبقى لون صريح كده وشكله حلو يعني وفاتح، لا هيبقى واخد اللون الابيض بتاع النشا. فانا بعد ما بخلص بنضف كده بسرعه بسرعه قبل برضو ما ينشف. حطيت هنا بقى جزء من اللون الابيض، اللي هي بقى الحته بتاعه البابا نويل، الحته الفرو دي الابيض زي اللي في الصوره كده على الجنب لو انتوا شايفينها فوق القناه. يلا بقى، لو عجبكم نظام الفيديو دوت وعجبكم الفكره، وان هي قد ايه هي مش مكلفه، وقد ايه الناس اللي غاويين يعملوا اشكال فنيه هتعجبهم جدا وهيشتغلوا بيها كويس جدا. لو عجبكم الفكره دي يعني، وتغيير محتوى الاكل كده، قولوا لي واكتبوا لي في الكومنتات ان هو حلو، وان الموضوع بالنسبه لكم شيق ان انتوا تتفرجوا عليه، يعني عجبكم يعني. سيبوا لي كومنتات حلوه. المهم انا بحاول اظبط كده، بنعكس شويه القطن ده على اساس ان هو بقى فرو كده، وان هي مش حاجه مش حته مستقيمه. فاهميني ازاي بقى؟ يعني انت بقى مع ابداعاتك الفنيه كده طلعي الفنان اللي جواكي وحاولي تظبطي. يعني انا بقعد انكشه كده كانه هو ايه بقى فرو كده، مش حته ناعمه زي بابا نويل كده بالظبط. سامحوني لو الفيديو طويل عليكم، بس صدقوني هو ممتع يعني. انا كنت وانا شغاله كده مبسوطه. ده لون ميه انا عملته لون اورنج علشان خاطر اعمل بيه البق بتاعه. يعني طبعا مش هنحط احمر واحمر يعني، فقلنا نغير او ندي لون مختلف يعني. بعجن بالراحه كده. ده طلعت النوز كمان مش مش البق يعني مناخير، وحطينا له مناخير اورنج. وهعمل البق صدقوني بيها. ايوه اهو عملت فعلا البق بيها على قد ما افتكرت يعني. تمام كده. فاضل بقى العينين بتوع بابا نويل. انا هحط رمادي وبعد كده هحط جواه نقطه سودا بالمنوكير يعني. بس هي لو كانت اتثبت شويه كمان او حطينا لون تاني اكتر كان ممكن تسود. كده احنا خلاص قربنا نخلص بابا نويل. فاضل لنا بس اللمسه الاخيره. بس كده خلاص. يلا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.